السلام عليكم، مرحبا بكم خوتي في فيديو جديد. اليوم غادي نشوفوا ماذا قاله الإعلام العربي حول الظلم الذي تعرض له المنتخب المغربي والخسارة ديالو. بلا ما نطول عليكم، شوفوا الفيديو ونتلاقاو في الآخر. رشح منتخب البرازيل، اللاعبين تاع البرازيل يعني تقال عليهم اقوى بكثير. المغرب إليميني خوفي ثقة تالية. والله الحكم ظلمكم. فضيحة فضيحة ما حصل في كأس العالم للناشئين اليوم البرازيل والمغرب. هو المفروض اللي نقول له مبروك في مباراة المغرب والبرازيل في كأس العالم للناشئين هو حكم المباراة. أمك بقت ترند في الشارع المغربي والشارع العربي، يا آكل قوت الغلابة ومال اليتيم. يا جدع الطبيعي إن أنت تدي الناس حقها. سالت المقابله وخسر فيها المنتخب المغربي، ولكن ما سالاش الحلم ديال الاطفال هذو. صراحه قدموا مقابله خياليه. الحكم الفاسد يظلم المغرب ويطلعها من كأس العالم. للأسف منتخب المغرب بيخسر بأسوأ سيناريو ممكن تشوفه في حياتك بعد ما الوقت الأصلي خلص والوقت الضايع خلص. وعلى سيناريو كيدير أخيب سيناريو ممكن يطرا في كرة القدم هو السير يطرا دابا. كلنا شفنا كالعادة المغرب بيطلع من كأس العالم بظلم تحكيمي من الحكم اللي ما عندوش ضمير، الحكم الإيطالي، الحكم الظالم. المغرب تحت 17 سنة بيودع كأس العالم بطريقة غريبة قوي. كانت سلسلة التألق لكل الفئات العمرية لمنتخب المغرب تقف النهارده. الواد اللي قدامك ده قتل حاجة اسمها المغرب في آخر ثانية امام البرازيل 2-1 في ربع النهائي ومتضايقين لان الهدف جه في الدقيقه 95 في اخر فين ثانيه من المباراه. البرازيل بتسجل هدف الفوز وبتخرج المغرب من كاس العالم تحت 17 سنه. معليش الدراري، معليش، برافو عليكم برافو عليكم برافو. شوف فيها خير فيها خير. اول مره المغاربه تيحسوا بهذاك الاحساس ديال الحذري ديال هدف قاتل في الدقائق اش من الدقائق الاخيره، الثواني الاخيره، لكن حسينا بها في وسط كاس العالم في الربع النهائي ديال كاس العالم، ماشي اقصائيات كاس العالم. هدف قاتل ينهي مسيرة المنتخب المغربي. أين مشاكرة؟ أين عارف مشاكرة باش يدير لنا إعادة مباراة المنتخب المغربي والبرازيل؟ الله قال لهم يتعاود الماتش، ما كانش قسما بالله غير نقفل عليك من الغاز والبترول. تعرف شو اصعب مهمه بالعالم؟ انك تكون مدرب المغرب بعد 5 او 10 سنين. للشباب للناشئين هذول الاولاد اللي اليوم خسروا من البرازيل 2-1 بسيناريو قاسي باخر ثانيه، طلعوا رافعين راسكم. جمهور المغرب يرفعوا راسكم بهذا الجيل. الاخر الافتخار بالعزه والفخامه المغربيه ما كتجيش هكا. حنا كنفتخروا ببلادنا وكنفتخروا بنات ولاد بلادنا، لان كنشوفوا كيديروا انجازات عظيمه جدا، ماشي كنفتخروا بهم. حنا كنهزوا الرايه في قلبنا، حنا الرايه راه موجوده في العينين، كيبان لك المغرب. تلك الصرخه المشهوره حقرونا. الهدف بايده الشمال واخد الكوره، عدى بالكوره من بالعروش بايده. حكم فاسد عايز يطلع المغرب، اصل المغرب مش هتطلع غير بكده، بالظلم التحكيمي. هارد لك للمنتخب المغربي العربي، هارد لك يا أسود الأطلس، والله انكم رجال. دقيقة 94 و90 خلاص، شوي على 95 خلاص انتهت الاربع دقائق اللي حسبها. اللي ظلم المغرب في ضربة جزاء كلنا شايفين، لو حكم اعمى كان شاف ان المغرب ليه ضربة جزاء، لكن هنعمل ايه؟ دي عادة ولا هنشتريها من الاتحاد الدولي. لازم يجيب للمغرب حكم ظالم عشان المغرب يخرج من البطولة. ماشي لازم نفتخروا بهم. حنا راه كنهزوا الرايه في قلبنا، حنا الرايه راه موجوده في العينين، كيبان لك المغرب. لذلك علاش ما نفتخرش بما ان ولاد وبنات بلادي رافعين الرايه فين ما مشينا وهازين العالم المغربي. ودنا خوتي، إذا كما شفنا كان هذا هو الرأي ديال الجمهور حول المقابلة وحول ما تعرض له المنتخب المغربي. والجمهور كيتفق معنا أن المنتخب تحكيميا ما كانش داكشي متوازي، كان واحد التحيز للجانب الآخر. المهم كنتمناو المنتخب ديالنا إن شاء الله مزيد من التألق في مقابلات أخرين، ونتمنى إن شاء الله فوز في كوب أخرى إن شاء الله.